طفل عمره 5 سنوات أكل طبق كشري بره البيت، ومن بعديها الدنيا قامت وما قعدتش. الطفل ده جاله سخونية وهمدان شديد جدا في جسمه، وكمان لون جلده بدأ يتغير، بقى لونه أصفر زي الليمونة. ومش بس كده، ده لون عينيه كمان بقى أصفر جدا. ومش بس كده، ده لون البول كمان بقى أصفر غامق جدا. الطفل بقى تعبان ونايم في السرير ومش قادر يلعب ولا يتحرك خالص. كل اللي حصل للطفل ده هو إنه أصيب بعدوى الالتهاب الكبدي الوبائي من النوع A، وده النوع اللي بيجي للأطفال نتيجة أكل ملوث من بره البيت، والطفل بياكله وبتظهر عليه الأعراض بعد أسبوع أو 10 أيام. وبتختلف شدة الإصابة من طفل للتاني، وفي بعض الأطفال ممكن يحتاجوا إن هم يتحجزوا في مستشفى حميات، وبعض الأطفال بيتعالجوا في البيت. هو الفيروس نفسه بيكون سيلف ليميتد، يعني بيخف لوحده، ولكن إحنا بنحاول نعالج الأعراض اللي موجودة عند الطفل علشان يقدر يتحرك ويمارس حياته بشكل طبيعي. وبنحاول نطمن الأهل بقدر الإمكان، لأنهم بيبقوا مرعوبين جدا وقلقانين على طفلهم. الميزة في الفيروس ده إن هو بيدي وقاية مدى الحياة، يعني الطفل اللي أصيب بيه مرة مش بيصاب بيه تاني خالص طول عمره. ولكن العيب إن هو معدي، وممكن يتنقل من طفل للتاني عن طريق مشاركة أدوات الأكل أو الشرب ما بين الأطفال. نخلي بالنا من صحة أولادنا وبلاش أكل خالص بره البيت. دمتم بخير.